فيديو النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو تمارين كيجل وبعض التمارين الاخرى اللي هتزود من هرمونات الذكوره وهتقوي عندك عضلات قاع الحوض اللي بتدعم الاعضاء التناسليه وتحسن ادائك بشكل كبير ان شاء الله. والتمارين دي مش بس مفيده للرجال، لا دي مفيده جدا للسيدات وخاصه بعد الحمل، لانها هتحسن من الصحه الجنسيه، هتمنع مشكله التسرب البولي اللي بتكون موجوده، هتزود عندك الاحساس بمنطقه الاعضاء التناسليه، فهتزود رغبتك الطبيعيه في العلاقه والاحساس بيها والرضا. تمام. فالتمارين دي مهمه جدا ان هي ترجعك لطبيعتك تاني بعد الحمل. فتمارين النهارده مهمه جدا وهتفرق معاك جنسيا ان شاء الله للرجال وللسيدات. اول تمرين وهو كيجل اكسرسايز، والتمرين ده بيستهدف عضلات قاع الحوض. تمام. بتعمله وانت قاعد او وانت نايم على ظهرك. تمام. بتتخيل ان انت بتتبول وبتمسك البول ده مره واحده، فبتشد العضلات اللي بتمنع البول دي. تمام. وتفضل شاددها 5 ثواني، يعني بتشد العضله اللي بتمنع البول 1 2 3 4 5 وتريح، وترجع تعمل التمرين ده تاني 10 مرات. تمام. والتمرين ده ما تعملوش وانت بتتبول، يعني ما تجيش يبقى تقول وانا بتبول اجرب التمرين، لان ده هيؤدي لمشاكل في المثانه. لا، انت وانت قاعد او وانت نايم على ظهرك بتتخيل ان انت بتتبول وبتمسك البول مره واحده وتفضل ماسكه 1 2 3 4 5 وتريح. دي كده عدة تعمل منه 10 عدات، وال10 عدات دي تكررها 3 مرات على مدار اليوم. ومهم جدا وانت بتعمل التمرين انك ما تشدش عضلات البطن لجوه ولا تشد عضلات الاليا لجوه، لا احنا بنركز على عضلات قاع الحوض بس، انك بتمسك العضله وتثبت فيها 5 ثواني وتتنفس بشكل طبيعي وانت بتعمل التمرين، ما تكتمش نفسك. تمام. ومع الوقت ال5 ثواني دول وصلهم ل10 ثواني في العده، وتعمل 10 عدات وتكررهم 3 مرات، وهتلاقي نتيجه كويسه جدا في خلال شهر ان شاء الله. تاني تمرين وهو بريدجنج اكسرسايز، والتمرين ده مهم جدا لتقويه عضلات اليلتين واسفل الظهر، والعضلات دي مهمه جدا لدعم الحوض، وهتحسن الاستقرار في منطقه الحوض، وهتساعدك في التحكم في منطقه الحوض عموما. هتنام على الارض وتتني رجلك الاثنين 45 درجه كده، وترفع وسطك لفوق بالشكل ده، وما ترفعش لوح الكتف كده، لوح الكتف ثابت على الارض. طب ترفع وسطك لفوق وتنزل وتطلع تاني، تعمل 10 عدات وتريح نص دقيقة، 10 عدات وتريح نص دقيقة، 10 عدات كمان. التمرين الثالث وهو بلانك اكسرسايز، والبلانك اكسرسايز ده من التمارين اللي بتقوي عضلات الكور في الجسم، يعني بتقوي عضلات ثبات الجسم عموما. تمام. بتقوي عضلات الجذع بما في ذلك عضلات قاع الحوض. تمام. فالتمرين ده هيساعدك في التحكم في جسمك واستقرار الجسم اثناء العلاقه بكل سهوله. هتعمل التمرين بالشكل ده وتشد جسمك وتحاول تخليه مستقيم على قد ما تقدر، وتثبت لمده دقيقه لو قدرت، ولا ترفع وسطك كده ولا تنزل وسطك تحت خالص. خلي جسمك مشدود بالشكل ده واثبت فيه على قد ما تقدر، حاول توصل لدقيقة. بجانب التمارين دي في منشطات طبيعية تاخدها يوميا هتحسن عندك الأداء وتزود عندك هرمونات الذكورة، وهتفرق معاك بشكل كبير جدا. والفيديو الجاي إن شاء الله هقولك عن أقوى 3 منشطات طبيعية تاخدهم، مش هيجيبوا أي مضاعفات جانبية، وهيجيبوا معاك نتيجة كويسة جدا إن شاء الله. وأخيرا في بعض العوامل المهمة جدا اللي هتساعدك في العلاقة الجنسية بشكل مباشر. اول حاجه دي ان يكون عندك نمط حياه صحي. تمام. يعني اكلك يكون صحي غني بالزنك وغني بفيتامين اي. تمام. يكون بتمارس رياضه، الرياضه هتفرق معاك بشكل كبير جدا فوق ما تتخيل. النوم الكافي الجيد، انك تنام مبكرا وتستيقظ مبكرا، النوم برضو هيفرق معاك بشكل كبير جدا. تمام. بس وبكده يكون فيديو النهارده خلص، نشوفكم في الفيديو الجاي على خير. السلام عليكم.